في الوقت الحالي الجراحة التجميلية هي حاجة الساعة، والجميع مدرك لاحتياجاتهم. العمليات الجراحية التي تجرى لأغراض تجميلية نتائجها دائمة إلى حد معين. لذلك الإجراءات التي نقوم بها تشمل شفط الدهون، وهو نحت دهون الجسم، ثم شد البطن بعد الحمل عندما يكون البطن مترهلا، أو بعد فقدان الوزن الزائد عندما يكون الجسم مترهلا. لذلك نقوم بشد البطن، نقوم بإعادة السرة إلى وضعها الطبيعي، نعطي شكل البطن الذي هو البطن المقعر. ونعم، نقوم بعملية شد البطن عندما يتعلق الأمر بطب النساء التجميلي. نرى أنه بعد الحمل المتعدد تصبح جدران المهبل مرتخية، وهذا يقلل من ثقة المرأة بنفسها. لذلك يمكن شد هذا الارتخاء المهبلي لتحسين حياتها اليومية ورضاها النفسي. وما يحدث هو أنه بعد مرور بعض الوقت ومع تقدم المرأة في العمر يتقلص الدهون التي يجب أن تكون مناسبة في منطقة الأعضاء التناسلية. لذلك نقوم بشفط الدهون وحقنها في منطقة الأعضاء التناسلية، ونسمي ذلك تجديد الأعضاء التناسلية الأنثوية. اتجاه وسائل التواصل الاجتماعي العالم بين يديك، لذلك تعرف ما يحدث حول العالم، وسنعرف قريبا ما يحدث في الكون أيضا. لذلك هذا الوعي الذاتي بالجمال والصحة هو الرائج الآن. لذلك جراحة التجميل الآن ليست فقط لأغراض الجمال، لأن الثقة تجلب الجمال، والجمال يضيف إلى الثقة. لذلك جراحة التجميل سأوصي بالتأكيد لمن يريد حقا تحسين مستوى ثقته بنفسه فورا. بالطبع الثقة تأتي أيضا من العقل. جراحة التجميل تمنح الثقة الفورية. شكرا جزيلا.